نداء لكل الامهات، تركزي معايا كده يا مامي، بصي على الصوره دي وقولي لي الطفل ده حصل له ايه كده. كملي معايا للاخر علشان كل معلومه هقولها هتفرق قوي في حياه طفلك، ممكن تنقذيه بيها. فاجئك واقولك ان اللي حصل له ده من الكينا كامب. احكي لك اللي حصل. مستشفى طفل عنده 5 شهور بالمنظر اللي انت شايفاه ده، تخين وكلبوز من اماكن غريبه، وهو يا عيني لسه ما كملش 5 شهور. جابوا الام وسالوها خير يا حاجه ايه اللي حصل؟ قالت والله انا كنت بستخدم له الفتره اللي فاتت كينا كومب علشان خاطر كان بيجي له التهابات من الحفاض، وكنت بستخدمه له كده قعدوا يومين 3 وبعد كده يجي له التهابات تاني فاروح احط تاني وهكذا، والواد كان عمال بيكح بصوره مش طبيعيه فكنت بديله فينادون او زايلن، طبعا بدون استشاره طبيب ولا اي حاجه. الولد مش بس كان باين عليه السمنه المفرطه اللي انتوا شايفينها دي، لا ده كمان كان فيه التهاب رئوي، كان فيه حساسيه، كان فيه فطريات وعدوى بكتيريه متكرره. احب افاجئك واقولك ان الحاله اللي حصلت للطفل دي اسمها كاشنز سيندروم. ايه الكاشنز سيندروم دي وايه اللي بيحصل فيها؟ بس تعرفي مدى خطوره استخدامك لحاجه بدون رجوع للطبيب وانتي ممكن تضري ابنك بصوره عامله ازاي. اولا بيحصل تراكم للدهون خصوصا في المناطق اللي حوالين الرقبه والجذع وفي الحته اللي هي جنب الترقوه دي وحوالين الخصر، دهون عماله تتراكم حوالين البطن يعني سمنه، فبقى مناعة هيعمل كل البلاوي اللي جاية دي، التهابات، عدوى بكتيرية، فطريات، ضعف بقى، نزلات برد بتطول وبتقعد معانا وقت كتير، وكمان هيحصل اعراض انسحاب لو قررتي توقفيه من نفسك فجأة. الحل لو اتحطينا في الموقف اللي زي ده نتصرف ازاي؟ اجري شوفي دكتور بسرعة يوقفلك الجرعة دي بالتدريج علشان الانتفاخ اللي حاصل في وجه الطفل ده يقل. اكد تاني عليكي ان كريمات الكورتيكوستيرويدز او الكورتيزونات دي اللي تركيزاتها عاليه وقوتها عاليه دي ما تنفعش خالص لالتهابات الحفاض. هقولك على حاجات تستخدميها هتكون فعاله ولكن مش هتؤدي للمصايب اللي زي دي، زي ال3 حاجات اللي انا هسيبهم على الشاشه دلوقتي دول هيمشوا التهاب الحفاض وفي نفس الوقت مش هيعملوا المشاكل الكبيره اللي ممكن تحصل من الكورتيزونات. ولو سمحت بلاش استخدام كورتيزون حتى الشرب بدون رجوع للطبيب. انا ما بخوفكوش خالص من الكورتيزونات، هي ليها استخدامات معينه وفعاله جدا بس لحالاتها. اساءه استخدامها عمال على بطال مع اطفال ما كملوش 5 و6 شهور ده حرام علينا بجد ان احنا نكون بنعمل فيهم كده.